لما تقرري تعمليها يبقى لازم تعمليها صح. تعالي بقى النهاردة لما أقولك على أصول العجة. أكلة مصرية خطيرة، اقتصادية جدا وسهلة وسريعة. معلقتين من الزيت، بصلاية، فصين من الثوم، وكمان معايا ومعلقة من هريسة الفلفل الأحمر. قلبي الكلام ده كله مع بعض بقى على النار، واطفي عليه النار وسيبيه بقى شوية كده لحد ما يبرد. 4 بيضات أو 3 بيضات المتوفر عندك. أنا كان عندي 3 بيضات، نزلت بيهم ربيتهم بالشكل دوت، وكمان نزلت بنص كوباية من الحليب. 3 بيضات هياخدوا 3 معالق من الدقيق. لو عايزة تكتري البيض يبقى هتزودي لكل بيضاية معلقة من الدقيق. حباية واحدة من الطماطم بشرتها عشان مش عايزة القشر. ملح وفلفل اسود وشوية من الكمون وشوية من الكزبرة، وكمان معايا معلقة صغيرة من البابريكا. قلبتهم مع بعض كويس جدا. نزلت بنص معلقة من البيكنج باودر، وعلى طرف المعلقة كده شوية صغيرين من بيكربونات الصودا. تلت كوباية من الزيت، وانزلي بقى بخضرة عبارة عن شبت وكزبرة وبقدونس. وانزلي بالخليط اللي احنا عملناه الأول على النار في صينية مدهونة دهنة حلوة من الزيت. انزلي بقى بكل الكمية ودخليها الفرن على درجة حرارة 180 على الرف الوسطاني، وكده بقى معاكي أحلى عجة خطيرة